السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، حطي لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه ما اشتركتيش معايا. ويلا بينا نشوف فيديو النهارده فيه ايه. هنعمل فيه حاجات حلوه جدا وافكار كتير هتفيدك جدا في البيت وتوفر معاكي وقت ومجهود، ونتشجع كده ونتحمس ونقوم نخلص كل اللي ورانا وبنفس كده راضيه، وتحسي كده ان انت عملتي انتجتي كده وانجزتي حاجات كده في بيتك، حتى لو بسيطه. لو هتعملي كل يوم حاجه بس ادينا بنعمل. الاستمرارية هي طريق النجاح. تعالوا بقى كده نبدأ يومنا بفنجان القهوة الجميل ده، اللي ما بقتش اعمله الا لما بفطر الاول، لان طبعا برضع فلازم افطر. انا كنت قايمة بدري شوية، والصراحة كنت قايمة جعانة جدا، ففطرت الاول وهم الولاد نايمين. وقلت كده اما الحق نفسي بفنجان قهوة شوكولاتايه، استراحة محارب كده قبل ما نبدأ اليوم وقبل ما المعركة تبتدي بتاعت كل يوم. كل ام طبعا عندها اولاد بتبقى قايمة من النوم وهي عارفة ان داخلة على معركة كده طويلة طول النهار، خاصة لو اطفال. فلازم تشحني طاقة كده الصبح، حتى لو 5 دقايق. انا والله كل اللي قعدتهم مع نفسي ما يكملوش كده ربع ساعة. عملت فيهم كده فطار وكوباية قهوة، وحسيت كده لان انا فصلت شوية. دخلت اول حاجة كده على التويليت عشان كان عندي غسيل كتير، كنت شايلة ملايات كتير وفوط وكده. وكنت ما كانش عندي مسحوق بقالي كام يوم، فكنت جايبة مسحوق بقى، قلت افضيه واعمل كده الخلطة اللي بعملها معاكم. اللي ما شافهاش يعني يشوفها برضو، عشان في ناس كتير جدا دخلت عندي ما شاء الله القناة جديد، فيستفادوا برضو. انا بجيب كده نص كيلو من المسحوق العادي على كيلو من الاوكسي، اللي هو مسحوق البودر العادي على كيلو من الاوكسي، وبقلبهم كده على بعض. كنت بحط كلوروكس بودر بس عشان بقى مقاطعة فما بقتش اجيبه. بقلب كده كله مع بعضه، بيوفر معايا قوي وبيبقى جميل جدا وبينضف وبيعمل لي رغوة. الناس بقى اللي بتشتكي من الغسالة ديت ان هي ما بتنضفش، ده طبعا بيرجع لنوع الغسالة، وبيرجع كمان للمسحوق اللي انتي بتستخدميه وطريقتك في الغسيل. انا بحب املى الغسالة الاول، احط المسحوق واديها لفة المسحوق يدوب تماما، وبعد كده انزل بقى بالغسيل بتاعي. طبعا ما ينفعش تحطي الغسيل وبعدين تملي الغسالة وبعدين ترمي المسحوق، بيتكلكع في حتة واحدة. او لو انتي بتحبي تحطي في درج المسحوق برضو كعادي. انا كنت بحط في درج المسحوق، بس لما جربت الطريقة دي لقيتها احسن بكتير، وبتضمن لي ان المسحوق بتاعي ما يكلكعش في اي حتة في الغسالة او في الغسيل. حطيت كده دورة الغسيل بتاعتي وطلعت كنت زارعة ارض ملوخية. ماما ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها كانت جايبه لنا بقى ملوخية. انتوا عارفين ان انا ما بخرجش وما بروحش سوق ولا حاجة، بس هي بقى احنا بنحب نفرز الملوخية كل سنة. جابت لنا بقى ملوخية وقرطفتها، ربنا يديها الصحة ويبارك فيها يا رب. وبعتتها لي بقى علشان انا افرزها ليا وليها. مسكتها بقى غسلتها كويس جدا ونقعتها كده، سبتها مثلا حوالي 5 دقايق كده، وحطيت لها شوية خل بسيط جدا. مش يعني بصوا مش خل، يعني يعتبر غطا كده او معلقة صغيرة على المية بتاعتها في طبق كبير، لحد ما نزلت كل التراب اللي فيها. وصفيتها وغسلتها كذا مرة، ورحت حطاها في الصينية كده علشان تتهوى معايا. سبتها بقى تتهوى كده بعيد عن الاشباح بتوعي، ورفعتها كده على البار عندي علشان طبعا ايه هينقضوا عليها يطبخوها. فرحت رفعوها كده، ورحت ايه كان الغسيل خلص يعني، فدخلت عشان انشر. انا مش بحب انشر، احنا كده كنا يعني كان عدى وقت طويل جدا وفطار بقى وتغيير والكلام ده، فكنا بقينا مثلا العصر او بعد العصر. فمش بحب انشر الصراحة الصبح في الشمس قوي، الجو بيبقى حر قوي وشمس قوي، وبالذات ما بحبش افرش انشر المفروشات في الشمس الجامدة قوي. بخاف كده من الالوان بتاعت الملايات، الشمس بتاكلها او بتغيرها. فكان عندي بقى ايه ملايات وفوط وحاجات عايزة انشرها، فمش بحب انشر قوي في الشمس، فبستنى بعد العصر كده. واحيانا كتير بنشر بعد الفجر كده، بعد ما بصلي بطلع الدورة اللي انا حطاها انشرها قبل ما انام، واول لما بصحى بشيلها. بس كده قلت اما انشر بقى شوية الملايات. بصوا الملايات دي انا شلتها مثلا على اذان العشاء كده، كانت الساعة 9 وشوية شلتها. عايزة اقول لكم ما قعدتش مثلا 4 5 ساعات على المنشر وكانت نشفت. بس بقى لما شلتها بسرعة، عايزة اقول لكم ريحة الاوكسي فيها جامدة. لو حاطة اي مسحوق ان شاء الله يا رب يكون ببلاش، الريحة بتاعته بتفضل ثابتة وحلوة.
علشان شلتها على طول والشمس ما جاتش عليها قوي قوي، فاهمين؟ تنشفي بالفوطة كده تحسي ريحة المسحوق فيها وريحتها جميلة. فاعملوا الخطوة دي هتبقى حلوة قوي. سبت انا بقى كنتش لسه عملت الملوخية الصراحة، جيت عشان اخرطها كانوا بقى ولادي صاحيين وجريوا بقى عليا عايزين يشاركوني اللحظة. فقلت لا خليني اعمل حاجة تاني برضو. كان عندي فلفل كده اللي هو القرناطي ده، فلفل رومي احمر، انا بحب اعمله للخلطات والوصفات اللي بعملها في البيت. ده كان حوالي كيلو او كيلو وربع. مسكته كده كان بقاله مثلا قوله اسبوع في التلاجة نفسه يتعمل، بس ما كانش فيه وقت ولا عندي وقت خالص ان انا اعمله. فقلت لا انا همسكه بقى. مسكته غسلته كويس جدا بعد الملوخية على الحوض كده، ورحت مصفياه كده في مصفى وحطيته بقى في الطبق، وقلت ايه هعمله كده معاكم عشان نفيد بعض. انا عملت معاكم الخلطة دي قبل كده، بس اللي ما شافهاش اديني بعملها معاكم تاني. بقطع الفلفل كده زي ما انتوا شايفينه، بحطه في الكبة الصغيرة، معلقة صغيرة من الثوم ومعلقتين صغيرين برضو من الملح، وبقلب كده في الكبة بطحنه. بعبيه في اكياس، ممكن تعبيه في علبة كبيرة وتاخدي منها، بس الاضمن ان انتي تعبيه في اكياس وتطلعي الكيس على قد الاستخدام والباقي يبقى متجمد عندك في الفريزر. العلبة لا قدر الله ممكن تنسيها بره، ممكن مثلا يفضل يتجمد وتفكيه ويسيح ويتجمد. لا وعلى ايه، خلينا في الاضمن، لان الفلفل ده تحسه عامل زي الطماطم بيحمض بسرعة جدا. فالاضمن ان احنا بنعمله، انا بعمله اكياس كده صغيرة للبتنجان بقى المخلل. طبعا انتي بتحبي تزودي الثوم بتزوديه، عايزة تزودي بقى توابل تانية تعمليه. انا بحطه بقى على السمك، على البتنجان المخلل، خلطة المحشي، في اي حاجة، كبدة، بشوح مثلا كبدة وسجق، بشوح لحمة بقى، اي حاجة بيدخل فيها. ممكن لو عاملة بامية مثلا بنحب نحط فص توم في الاخر للبامية بعد ما تطبخ، بحط برضو معلقة منه. طعم الفلفل ده ريحته فظيعة مع تتبيلة التوم القليلة قوي للناس اللي ما بتحبش توم كتير في الاكل، هتبقى حلو. انا طبعا ما بحبش احط توم كتير قوي عشان التوم لما بيقعد في الخلطات تحسوه بيعمل ريحة مش حلوة، فبحط شعرة بسيطة. وعايزة اقول لكم ان انا التوم القليل ده قوي لما بخلي بيه البتنجان بيبقى تحفة، وما بيخليش الواحد يحس بحموضة او يحس ان هو تعبان من التوم. فحابة تزودي بقى بعد ما تطلعي الخلطة دي مثلا وتفك وهتحيقي بيها حاجة، حابة تزودي عادي بتزودي، مش حابة بتحطي كده زي ما هي. بتزودي بقى ملح، بتظبطي، بتعملي بقى حسابها تحطي شوية خل شوية ليمون، الكلام ده بيبقى الموضوع تحفة. بس كده عملت شوية الخلطة دول. بصوا التحضيرات والحاجات اللي انا بعملها دي مش قادرة اقولكم بتنجز معايا قد ايه. يعني مثلا هعمل بتنجان مخلل، بقلي البتنجانتين على طول واحطهم في طبق يبردوا، واروح مطلعه كيس الخلطة دوت مفضياه في العلبة بتاعته، واخد منه معلقتين على البتنجان وهو سخن كده، خلاص خللت البتنجان. بعمل سمك ولا حاجة، بروح مزودة عليه توم وملح وشوية ليمون وخل، مثلا كمون ولا حاجة، واروح خلاص يعني بينجز معايا قوي وبيبقى حاجة حلوة جدا في البيت. بعمل محشي، بطلع منه كده معلقتين على المحشي او معلقة كبيرة، حاجة تحفة كده. طبعا انا بعمل بقالية والماما هي ربنا يديها الصحة بتجيب لي الحاجة وانا اعمل. ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في عمرها وما يحرمنيش منها ابدا. حقيقي حقيقي ربنا يخلي امهاتنا ويقدرنا يا رب على ان احنا يعني نرد كده ولو حاجة بسيطة جدا جدا من بس يعني تربيتهم لينا. لان لما تبقي هتحسي فعلا بأمك، هتحسي فعلا قد ايه امك تعبت وامك شقيت لحد ما خلتك كده كبيرة وفتحتي بيت. ولما تفتحي بيت والبيت ده يكون ناجح بيرجع الفضل برضو لربنا ثم امك، لان البنت دايما بتطلع زي امها بالظبط. هنا بقى خلصت خلصت الفلفل، وطبعا كان فيه برضو فواصل كتير. فقعدت بقى خرطت الملوخية كده في الارض، ودخلت بقى علشان ايه، قلت احط المية بتاعتها. انا بفرزها ازاي؟ بفرزها بكذا طريقة، دي طريقة منهم. بحط كده مية على النار تغلي، بحط فيها معلقة كده، نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من الثوم، على معلقتين كبار من السكر. بقلب كده المية يدوبك تقلب معايا كده، وببتدي انزل بالملوخية. انا الملوخية دي كلها خرطتها، بصراحة خرطتها انا واختي
كانت اختي جت يعني من الشغل وخرطتها انا وهي، لان كانت الكميه ما شاء الله اللهم بارك كبيره جدا، فما قدرتش اخرطها. طب ليه ما عملتهاش في الكبه؟ قلت تغيير. الملوخيه لما بتتخرط سبحان الله ما فيش احلى من الحاجات البدائيه. يعني الملوخيه فعلا لما بتتخرط بيبقى ليها مذاق تاني وطعم تاني غير الكبه خالص. برضو الكبه بتعملها حلوه وجربتها وطلعت تحفه، بس قلت المرة دي خليني اخرطها واجربها، فطلعت تحفة جدا وملفوفة والعرق بتاعها تحفة. نزلت كده بالملوخية، ودي طبعا مش الكمية كلها على قد ما الحلة اخدت. بتحطي مية قليلة. لو انتي اول مرة هتعملي ما تحطيش بقى تملي الحلة وتنزلي تبصي تلاقي الملوخية بقت سايطة منك خالص. لا، مية قليلة جدا. انا عايزة الملوخية دي تبقى عاملة زي المعجون، زي عجينة الكيك كده. لفت كده معايا الملوخيه. طبعا انا كل ده مش مولعه النار، انا طفيت على طول اول لما حطيت وقلبت بالمضرب لحد ما فكيت اي حاجه في الملوخيه. بصوا بقيت معجون شبه بالظبط اللي بنجيبها في الكيس المجمد زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اعبيها في الاكياس واحفظها بقى عندي. دي طريقه سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. التكايه بتاعت التوم دي كانت مخليه ريحه الملوخيه تحفه. في طريقة تانية للحفظ برضو نفس المقادير ونفس الخطوات، بس مش بنحط سكر، بنحط بيكربونات. دي كانت طريقة ماما بتعملها على طول وبتطلع برضو حلوة جدا. البيكربونات هنا او السكر دي مادة حفظ بتخلي لي الملوخية تفضل خضرة ما تسودش او تأكسد، وفي نفس الوقت بتخليها يعني حلوة. هي دي مادة الحفظ بتاعتها. عايزين تظبطوا الملوخية سواء وانتوا بتطبخوها او لو حتى انت جايبه كيس، لو حتى لسه مخرطاها وهتطبخيها، شوربة قليلة جدا، مية قليلة جدا، المرقة بتاعتها تبقى قليلة، كل حاجة فيها قليلة. احتاجت بتزودي بالكبشة كده لحد ما تلف معاكي ويبقى قوامها مظبوط، انما ما تحطيش شوربة كتير، مية كتير، مرقة كتير، وتحسي بعد كده ان الملوخية ساقطة او سايطة او مش عارفة تظبطيها. لو انتي لسه بتبدأي في المطبخ جديد هتحطي الشوربة قليلة جدا، الملوخية تطلع معاكي مظبوطة وزي الفل ما فيهاش اي حاجة. هنا بقى كنت بعبيها في الاكياس، وطبعا الاكياس دي انتي بتعبيها على حسب استخدامك. عبي احسن حاجة اللي هو كأنك هتعملي طبق واحد، لان الملوخية بتتاكل في يوميها بس، يعني هتعملي طبق واحد وخلاص على كده. هنا بقى كنت خلصت بقى الملوخية يعني وعبيتها بقالها شوية وخلاص بقى، يعني رصيتها كده عشان اصورها معاكم. بصوا المعجون بتاعها، الملوخية يعني ايه ماسكة نفسها قوي، وفي نفس الوقت ايه خضرة وشكلها جميل. طبعا الاضاءة ظلماها، هي خضرة قوي بس ايه يعني الاضاءة ظلماها بصراحة. هبتدي بقى احطها كده في صينيه واخش بقى ارصها في الفريزر. انا حاططها في فريزر التلاجة عندي عشان الديب فريزر عندي عايزه ابتدي ان انا اعمل له جرد واغسله كده وانضفه، فحطيتها هنا قلت عشان ما ارصهاش وارجع اشيلها تاني. كنت بقى اصلا مجهزه ايه في اثناء كده ما انا شغاله، كنت مجهزه صينيه مكرونه بالبشاميل عشان كنت ايه عارفه هعمل اكل ايه. من اول ما صحيت كانت عندي بقى اللحمه يعني مطلعاها فكه، ورحت سلقه المكرونه وعامله البشاميل، وقوام عملت صينيه المكرونه، وحطيت بقى الغدا بعدها كده بشويه، وعملت طبق سلطه. وصراحه ما عملتش اي حاجه تاني. كنت هعمل بطاطس محمره بس ما قدرتش بقى، كنت تعبت فعلا. فكنت عايزه بقى اخلص اليوم على كده، لان في وسط كل اللي انا بعمله ده كنت باخد فواصل كتير جدا مع ولادي، مرهقة إلى أبعد الحدود، اللي هو بحارب كده عشان أعمل أي حاجة منهم هم حواليا. لو هسيبلكوا الفيديو بالصوت بتاعه الحقيقي هتقعدوا تضحكوا ضحك عليا وعلى المغامرات بتاعتي. هما بيبقوا تحت رجليا بيطلعوا بقى المواعين والحلل. عندي تربو كده بتاع بصل وتوم مفضياه انا تماما، هما بقى بيدخلوا يقعدوا فيه يشدوا الحاجات اللي فيه، يعني بيبصوا مواهب. فان شاء الله كده في مرة هسيب لكم الكواليس كده وتشوفوا كده او تسمعوا اللي بيحصل. ربنا يبارك فيهم يا رب ويخليهم ويديني يعني، ويخليهم لي على قد تعبي فيهم حقيقي والله، ويرزق كل مشتاق يا رب، ما يحرم حد، وكل البنات والستات والامهات تجيب توأم يا رب. هنا بقى كنت بغسل بقى في المواعين، عايزه بقى اخلص كده المطبخ ما يبقاش ورايا حاجه، لان الفتره اللي جايه عايزه اعمل شويه تنظيفات في المطبخ. بس طبعا انا عمري ما هعرف اعمل زي زمان كده التنظيف العميق اللي هو كل المطبخ في يوم واحد والكلام ده.
انا هعمل معاكم جزء في المطبخ، انا هقسمه ل3 اجزاء. هعمل معاكم الجزء بتاع التلاجة بالحوض بالشفاط بفوق الحوض بالكلام ده كله، كل التفاصيل اللي بتبقى في الجنب ده، والجنب اللي في الوش البوتاجاز بالدولاب اللي جنبه بالتفاصيل كلها، والجنب اللي هو بتاع المطبخ نفسه بقى بالتربوهات بالكلام ده. هقسمه ل3 ايام كده واصوره باذن الله معاكم عشان اشجعكم. وكل بقى الامهات اللي زي حالاتي كده اللي هم ما عندهمش رفاهية ان هم يعملوا الحاجات العميقة اللي كانوا بيعملوها زمان ويقلبوا الدنيا كده ويحسوا كده بالانجازات، لا هننجز برضك وهنعمل كل حاجة بس واحدة واحدة، لان لا صحتنا ولا لياقتنا ولا وقتنا بقى يسمح بالحاجات بتاعت زمان. وخليكوا دايما متصالحين مع فكرة ان كل وقت وله اذان. الوقت اللي انتي او انا بقول لنفسي الكلام ده والله قبليكوا، الوقت اللي انا كنت بعمل فيه زمان حاجات دلوقتي ما ينفعش، لان في ظروف جدت ونعتبرها نعم جدت علينا. لازم نتعامل معاها بكل صدر رحب، يعني ما نقعدش نقول ده انا كنت بعمل ومعرفش ايه، لا كل وقت وليه المميزات بتاعته، نعتبرها مميزات، خلينا ايجابيين كده ونعتبرها مميزات ما نعتبرهاش عيوب. ونقول كده ان كل وقت وليه نعمه اللي احنا الحمد لله متمتعين بيها في كل وقت. والله اللهم لك الحمد على كل حاجة بنرزق بيها من ربنا، سواء كانت شقاء مثلا في تربية ابناء، او شقاء في غلا، او شقاء في العيشة، او اي حاجة، دي نعم من ربنا. واحنا بنجاهد دايما في حياتنا، وكل حاجة بنمر بيها هنؤجر عليها ان شاء الله. حابه اشكر كل الناس القمر اللي دخلت عندي جديده وارحب بيهم، ويا رب ان شاء الله روتين يعجبكم ويشجعكم ويحمسكم. وعايزه اقول كل الناس القمر اللي بتدخل تتفرج ومش مشتركه اشتركي معايا عشان تكبري كده القناه والقناه تكبر بيكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم حطوا لايك للفيديو واشتراك لو لسه ما اشتركتوش. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه، واستنوا الفيديو الجاي هيعجبكم جدا، هعمل شويه تغييرات حلوه جدا هتعجبكم. يلا السلام عليكم.